هنا جنب بيتي بالظبط. حاجة يعني فوق الخطيرة، حاجة جامدة أوي. سلام عليكم يا شباب، يا رب يكون بخير. معاكم مهند من قناة مهند 8 يا شباب. النهاردة الحلقة السادسة من سيرفر جورني كرافت. طبعا يا شباب النهاردة هنعملوا حاجة مختلفة جدا. خشينا المزرعة. طبعا يا شباب النهاردة هنعملوا حاجة مختلفة جدا في السيرفر. هنعملوا مركبة فضاء. يلا بينا نبدأ يا شباب. طبعا لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا يا شباب نبدأ. طبعا انا خلف الكواليس يا شباب عملت دروع الجوبر كلها، بس قلت معاكم هنبدأ نطوروها. طبعا هنا يا شباب عملت آلة تطوير، هبدأ استغل الشباب في السيرفر لاستخدام الآلة ليفل 30 يا شباب يرجو الدفع 1 دايموند. هنستغل الشباب في السيرفر، اللي مش هيدفع يتعاقب. معرفش عارف منين اللي مدفعش، بس خلاص عادي، المفروض تبقى ببلاش اصلا. طبعا يا شباب انا اهو صنعت هنا خط السيف. اهو السيف معايا. هبدأ معايا الشنطة. ايوه نزل كل الشنطة ده. نبدأ نفضوها. تمام. طبعا انا خلف الكواليس يا شباب. تمام. رحت محمد طبعا. راح افرجكم. محمد عمل محل ايرون، والفارم ده شوية مش ببلاش، لازم نشتري منها. تمام. فانا ايه، هو دلوقتي عامل محل ايرون، فانا رحت اشتريت منه 26 ستاك عشان نبدأ نعمله التاير روكيت اللي هي مركبة الفضاء. تمام. وان شاء الله في الحلقة الجاية هنبدأ نطير. يعني النهارده في الحلقة دي هنبدأ نصنعها، في الحلقة الجاية يا شباب هنبدأ نطير انا ومحمد والشباب. طبعا يا شباب انا خلف الكواليس اشتريت منه 26 ستاك، اخد مني 6 حبات جوبر تحلل انجد و8 جوبر جوليد. فدلوقتي يعني نروح اول حاجة نعملوها. اه صح، اول حاجة هنعملوها يا شباب نروح نطور الدروع الجوبر هنلبسوها. فهنبدأ ناخد الدروع والهمر وكل حاجة. تمام. نبدأ نحط دول وراهم آلة التطوير اللي احنا عاملينها. طبعا هنطوره ببلاش، آلة التطوير بتاعتنا. تمام. أيوة معيش لابس تقريبا، معايا في المخزن تقريبا. تمام. لابس لابس لابس. أول 14 لابس حلو. تمام. فأروح للآلة بوت. أنا ليفل 30 هياخد مني 3، مش هطور التانية على ليفل 30. أوه. تمام. طبعا نعمل ايه دلوقتي؟ تمام. هنطوره ده على ليفل 2 ياخد منها ليفل. يظهر الفلينج نطوره. طب نشوف ده هياخد كام. ليفل 30 هياخد ضرب بروتكشن اي في. ورني السيف. طب شارب نستو على ليفل 2. نبدأ نطوره. ماشي السيف على ليفل 30. كان ايه فريسبكت 2. اوكي حلو. هنبدأ نطور الشيست بليت. او ممكن اطور ليفل 30 الشيست بليت. بروتكشن اي في ام بريكنج 3. حلو. حلوة جدا. فما اقدرش دلوقتي اطور على ليفل 30 تاني. هنطور على ليفل 11 فير بروتكشن. تمام. فير بروتكشن. وهنا جالي بوت ام بريكنج 2. فهنبدأ نطوروا الاكس على ليفل 2 17 ام بريكنج. حلو الهامر. معناش. تمام. هنسيبه دلوقتي دول لما نطوروهم خلف الكواليس. ليفل 30 نطوروا البيك اكس على ليفل 30 خلف الكواليس. تمام ان شاء الله. يعني دلوقتي هنبدأ نحلله الايرون، عشان دلوقتي هنبدأ نحلله الايرون ده كله. يبقى هنسيبه بس هنحلله دول. خدنا كام ستاك وهنحللوهم. انا مجهز الافران دي خلف الكواليس. هنبدأ نحطهم هيطلعوا لنا ستير، لاننا محتاجين في صناعة الطير. عشان نصنع مركبة فضاء محتاجين الآلة دي. الآلة دي عايزة من ستيل دي. طبعا عايزين الهامر دي. ماشي هنصنعها دلوقتي. نكملوا دول. اعذروني يا شباب لو صوتي مش قوي النهارده، عشان مريض يعني كده. دلوقتي عايزين ستيك. 15 ستيك. حلو جدا. معانا ايرون. هنا كان في ستاك. ايوه وزع الايرون في الصناديق يا شباب. دلوقتي هنصنعه الهامر اللي احنا هنصنعه بيها الحاجة. تمام كده. ايوه صناعة الهامر دي. طبعا الهامر دي مش بتستخدم في التكسير ولا اي حاجة. بتستخدم لاننا هنبدأه نضغطوا الهامر، نضغطوا الستيل هيطلع لنا ستيل بليت. تمام. فدلوقتي هنبدأه. اوه لا لا لا، بيطلع لنا الفرايد اينجت. ليه بيطلع لنا دي ليه؟ احنا عايزين ستيل. وات. بلاست فيرنس تقريبا. دي غلطة شباب، غلطة عادي. دلوقتي هنشوف البلاست فيرنس هيطلع لنا ستيل ولا لا. ده بلاست فيرنس. لقينا 2 بلاست فيرنس. تمام. هنبدأه نحطهم. هنشوف هيطلع لنا ايرون ولا لا. هيطلع لنا ايرون ستيل ولا لا. دلوقتي هنشوفه.
تمام. في البلاست فيرنس بيطلع لنا ستيل دلوقتي الشباب هخليهم يتحللوا وبرجع لكم. دلوقتي بقى معانا يا شباب 29 ستيل انجت، فدلوقتي هنبدأ نعملوا جزء منهم بالهامر. يعني 14 حلو. ففين الآلة؟ هي الآلة. عايزين بلوك ستيل عادي زي ما عملناها. عايزين ايه تاني؟ عايزين 2 بلوك ريدستون. كمان بعد ما صنعنا بلوكات الريدستون عايزين كرافتنج و ريدستون تورش عشان ننزل نعمل كل ده في المخزن. دلوقتي بعد ما جبنا حاجة تورش 2 تمام و ليفر عشان ننزل المخزن، نطلع فوق نصنع الاتنين ليفر. صنعنا الاتنين ليفر، نبدأ نصنعوا الآلة دلوقتي. طبعا بعد ما صنعت الآلة يا شباب اهي في ايدي تمام. دلوقتي يا شباب نبدأ نحط الآلة في الأسبوع، نحطها جنب البيت هنا. طبعا هي دي الآلة يا شباب اهي. هي دي الآلة تمام. دلوقتي هي كده شكلها من جوه عشان نصنعوا الطاير. طبعا نبدأ نصنعوا حاجة سفينة المركبة. نبدأ نصنعوا هو والحاجات اللي جوه دي تمام. دلوقتي الاستر عمل، نحط ستاك تاني للسبوع. دلوقتي هنطلعوا البيت عشان نصنعوا الحاجة اللي تحت بتاعت مركبة الفضاء، فنشوف ازاي تتصنع. تمام. عايزين 1 2 3 4 5 6، عايزين 6 بلوكات من كده عملنا 4 5 6، كده عملنا 6 تمام. وعايزين الحاجات دي طبعا عملنا 4 دلوقتي فوق. 1 2 3 4 يعمل 4. عايزين ستيل تانك تمام. دي عايزة ايرون بليد معانا، نبدأ نحدله نص تاك بالهامر تمام. وهنبدأ نعمله بتاعت ايرون رود تمام، اللي هي ستيك الايرون. هنبدأ ايه تاني؟ نبدأ نعمله عايزين ماشي، عايزين بوكت 2 تمام. عشان نبدأ نعمله التانك 1 تمام. بعد ما عملنا التانك عايزين ستير انجن المحرك بتاع المركبة تمام. سهل. عايزين بيت تمام. عايزين ماشي كده عملنا أول حاجة انجن فريم تمام. وعايزين مروحة انجن فان اللي هي مروحة المحرك، فعايزين ستيل. A few moments later. دلوقتي نبدأ نصنعه دي. اوكي كده خلصنا شباب حاجة مركبة الفضاء تمام. دلوقتي هنبدأ نصنعه المركبة يا شباب. دلوقتي الشباب هنبدأ نصنعه الصاروخ. شايفين الانيميشن يا شباب؟ واو حاجة خطيرة يعني في المود ده. ونبدأ ناخده طاير. او ماي جاد. وطبعا يا شباب سفينة مركبة الفضاء تمام. طبعا مش هينفع احطها، فاحنا لازم نعمله حاجة عشان نحطها عليها. نعمله اللانش باد اهي. عملنا اللانش باد تمام. عايزين بقى نختار لها مكان في الزبون، ونبدأ نحطوها يا شباب هنا جنب بيتي بالظبط. يا شباب الانيميشن حاجة يعني فوق الخطيرة، حاجة جامدة أوي تمام. هي دي كسرتها الذكاء دي بتاع المنشبات. وبس كده يا شباب يكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله يا شباب. في الحلقة الجاية تمام، في الحلقة الجاية هنبدأ نعمله انا ومحمد واحدة كمان، ده نصنع الوقود بتاعها اللي هو الفيول ده، بيتصنع من آلات معقدة وكده. ان شاء الله في الحلقة الجاية نبدأ نصنعه تمام. انا اسف جدا ان الحلقة دي قصيرة جدا، فده جاي احسن ان شاء الله باذن الله. وبس كده، متنسوش تدخلوا سيرفر الديسكورد ولايك واشتراك في القناة. وبس كده يا شباب، مع السلامة.